انت مش خايف من الحب، انت بس مرعوب حد يقرب منك كفاية فيشوفك وانت مش كامل. كل مرة العلاقة تقرب بتعمل نفسك مشغول او مش جاهز او بتدور على الأحسن. بس الحقيقة يمكن مفيش حاجة بتخوفك قد فكرة انك تبقى مكشوف، ضعيف، محتاج او مطالب بحاجة. كم علاقة في حياتك وقفت قبل ما تبدأ؟ كم فرصة هربت منك بحجة انك لسه بتعرف نفسك؟ خوف الارتباط مش موضة ولا جملة بتتقال، دي حلقة ناقصة في حكايات ناس كتير جدا، وجه وقت المواجهة. امتى الواحد بيحس انه خايف من العلاقة؟ بسبب الخوف من المسؤولية. الالتزام معناه قرارات، مسؤوليات، تضحية، وده ممكن يسبب ضغط شديد لشخص مش مستعد نفسيا او مش واثق انه يقدر يتحمل ده. عدم وضوح المشاعر، ممكن يكون مش متأكد من مشاعره تجاه الطرف التاني فبيتهرب من أي حاجة تقربه من نقطة لازم نقرر هنعمل إيه سوا. تجارب سابقة مؤلمة، ناس كتير اتأذوا في علاقات قبل كده، ولما بيوصلوا مع شريك الحياة لمرحلة هنعمل إيه في مستقبلنا سوا بيخافوا يعيدوا نفس القصة اللي فاتت قبل كده فبيهربوا منها قبل ما تبدأ. الخوف من فقدان الحرية، في ناس شايفة إن أي علاقة بجد معناها نهاية حريتهم الشخصية فبيرفضوا يخططوا لأي حاجة طويلة المدى ما كانش ناوي من الأول. أوقات بيكون الشخص جوه العلاقة من غير نية حقيقية للاستمرار فبيتجنب أي كلام عن المستقبل علشان ما يبانش كذاب أو يتزنق. العلامة دي اللي هي بيتجنب أو ما بيحبش يتكلم عن المستقبل ممكن تكون إشارة تحذير للطرف التاني إنك محتاج تراجع شكل العلاقة وتعرف هو خايف ولا أصلا مش ناوي. إيه الحل للخوف من الدخول في علاقة؟ افهم أصل الخوف ده. يعني هل الشخص ده فعلا خايف من الالتزام ولا هو مش شايف العلاقة بنفس الجدية زي ما انت شايفها أو شايفها علاقة والسلام؟ اسأله بصراحة، انت ليه بتتهرب لما بنتكلم عن المستقبل؟ هنا اسمع الإجابة من غير ما تحكم علشان تعرف تتصرف صح. اتكلموا بصراحة عن التوقعات، يعني هل الطرفين عايزين نفس الحاجة؟ هل العلاقة دي ماشية في اتجاه واضح؟ لو هو مش عايز التزام وانت عايز، لازم تقرر هتكمل ولا تسيب. اعرف حدودك النفسية والعاطفية، ما تسمحش لنفسك تفضل في علاقة بتستنزفك وبتتعبك نفسيا علشان يمكن الطرف التاني يتغير. التغيير بيجي من جواه هو، مش بالضغط منك انت. حط توقيت واقعي للتقييم، يعني لو فضل يتهرب بشكل مستمر اعرف ان المشكلة اعمق من مجرد انه مش جاهز دلوقتي، وانت قرر اذا كان النوع ده من العلاقة اللي يستحق وقتك ولا لأ. ما تخليش خوفه يبقى خوفك انت. اوقات كتير بنضيع وقتنا واحنا بنحاول نصلح او نطمن حد تاني وننسى نفسنا. وجودك في علاقة لازم يكون مبني على الامان العاطفي، مش الشك ولا الخوف المستمر. افهم، واجه، قرر، ولو مش لاقي وضوح امشي قبل ما تخسر نفسك. الخوف من الارتباط بيخلي الشخص يوجه النقد دايما للشريك، بيخلي فيه دايما سبب يمنعه انه يرتبط صح، وكل ما يقرب يلاقي عيب يبرر له انه يبعد. هدفه انه يفضل في منطقة الامان وما يلتزمش بأي حاجة. لو الشريك مثالي يقول ان المثالية دي مش واقعية، ده شكل تاني من اشكال الهروب. هنا عقله
بيقول أنا مش مصدق إن في حد كده، أكيد في حاجة مستخبية. حتى لو الشريك فعلا كويس بيحط عليه ضغط أو شك علشان يهرب من فكرة الاستقرار. مزاجه متقلب، يعني تلاقي الشخص ده في يوم لطيف، في يوم تلاقيه بارد، وفي يوم يقفل تليفونه فجأة. تقلب المزاج هنا مش بمزاجه، هو صراع جواه. الصراع ده بيقول أنا عايز العلاقة فعلا بس بخاف منها. مش بيعبر عن مشاعره، لأن التعبير عن المشاعر هو اعتراف بالارتباط، ولأن ده معناه مسؤولية وقرب وضعف بالنسبة له هو، وهو بيختار السكوت كشكل من أشكال الحماية. الشخص اللي بيخاف من الارتباط ده مش دايما بيكون واعي بالخوف اللي جواه، لكن بيظهر خوفه لما العلاقة تبقى بجد، لما الشريك يبدأ يسأل احنا رايحين فين. بيخاف لما يحس انه بدأ يفقد السيطرة، وجواه معتقد كده بيقول لو قربت هتوجع. اما نيجي نتعامل مع الشخص ده لازم نفهم الشخص ده خايف من ايه بالظبط. يعني مش كل الناس بتخاف لنفس السبب، فحاول تعرف هل هو اتعرض لخذلان قبل كده، اتخذل قبل كده، هل اهله عندهم مشاكل خلت صورة العلاقات في دماغه وحشة، هل شايف ان الحب فقدان للحرية. كل إجابة هتخليك تتعامل بطريقة أنسب. اتصرف معاه بوعي مش بعاطفة، يعني ما تهاجموش لكن لاحظه. بدل ما تقوله انت عمرك ما بتتكلم عن مشاعرك، قوله انا بحس اوقات انك بتخاف تعبر عن اللي جواك، في حاجة مضايقاك. الفرق كبير بين المواجهة الهجومية والمواجهة بالراحة او بشكل آمن. خليك ثابت وانت بتتكلم معاه. يعني الشخص اللي بيخاف من الالتزام بيشوف التوتر علامة خطر. لو لقاك بتواجهه بهدوء مع وضوح ممكن يبدأ يراجع نفسه بدل ما يهرب. حط حدود واضحة باحترام، مثلا قول أنا مقدر خوفك بس أنا كمان عندي احتياجات، مقدرش أفضل في علاقة مش واضحة. دي جملة بتحترم مشاعره وفي نفس الوقت بتحميك. ما تحاولش تعالجه أو تثبت له إنك مختلف، ده فخ بيقع فيه ناس كتير جدا. الحب مش علاج نفسي، ولو فضل الخوف جوه العلاقة يبقى أنت اللي بتتأذي مش هو. اعمل تقييم، هل في أمل يتغير؟ يعني لو بدأ يفتح قلبه ويقول اللي مخوفه حتى بخطوات صغيرة يبقى في أمل. أما بقى لو بيتهرب وبينفعل لما تتكلم أنت عن المستقبل معاه وبيفضل يكرر نفس السلوك يبقى أنت في خطر. افهم خوفه، واجهه بهدوء، حط حدودك وسيب القرار عليه، بس ما تسيبش نفسك للانتظار إلى ما لا نهاية. الست ولا الراجل اللي عنده خوف أكتر من الالتزام أو الارتباط؟ خلونا نبدأ بالستات. الستات ممكن يخافوا من الالتزام لأسباب مختلفة. ضغط المجتمع على شكل العلاقة، يعني إن المجتمع سواء أهل، أصحاب، سوشيال ميديا أو حتى ثقافة عامة، عادات وتقاليد بيحطوا شكل جاهز للعلاقة اللي هو الناس كلهم مشيوا عليه قبل كده. بيقول العلاقة الصح بخطوات معينة زائد وقت معين زائد شكل معين، وإلا تبقى العلاقة دي غلط. مثلا هتلاقي الناس بتقول بقالكم قد إيه ومفيش جواز. الناس بتفترض إن أي علاقة لازم تنتهي بخطوبة أو جواز في وقت محدد. فلو واحدة لسه مش مستعدة المجتمع أو اللي حواليها بيحسسوها إنها بتأخر الراجل
أو بتضيع وقت حتى لو هي بتحب العلاقة دي. هو مش بيغير عليك يا اختي ولا ايه؟ يبقى مش بيحبك. المجتمع بيرسم صورة ان الراجل اللي بيحب لازم يغير ويتحكم، وده مش دايما صح. فتبدأ البنت تشك في العلاقة بسبب شكل العلاقة قدام الناس، مش حقيقة العلاقة بينها وبين شريكها. انت ليه مش بتنزلوا صوركم على انستجرام ولا فيسبوك؟ السوشيال ميديا زودت الضغط جدا، وكأنه فرض ان العلاقة لازم تبان قدام الناس وتظهر بشكل جميل. فلو مش كده، الناس بتبدأ تفترض ان في مشكلة، فيحصل توتر جوه العلاقة. وهنا انتم سمحتوا للناس يعيشوا معاكوا جوه العلاقة ويفسدوها. المجتمع بيخنق أولاده بإنه بيقول العلاقة الصح يعني جواز وأولاد. ناس كتير مش مستعدة للجواز أو شايفة أشكال تانية من العلاقة، شايفة شراكة، دعم، تطور، إن الاتنين ممكن يطوروا بعض في السلوك أو في أي حاجة تانية. لكن المجتمع بيقول غير كده يبقى العلاقة بايظة. فكل ده بيخلي البنت تخاف وتقول أنا مش جاهزة، علشان ما تتوصفش إنها بتضيع وقت الراجل. الخوف من فقدان النفس جوه العلاقة. في ستات كتير اتربوا على إن العلاقة معناها الغي نفسك علشان المركب تمشي، فبيخافوا يرتبطوا عشان ما تفقدش نفسها، شغلها، اهتماماتها، هواياتها، وكل حاجة تخصها. وبصراحة ده حقها. نيجي بقى للهم اللي ما يتلم، الرجالة. الراجل بيخاف يعمل غلطات تخليه ما ياخدش القرار الصح، فبيكون جواه فكرة انه لازم يكون دايما صاحب القرار، خصوصا في الحاجات الكبيرة زي الارتباط، الجواز، اختيار شريكة الحياة، او انه يبني اسرة. ولما بيوصل للحظة اللي هياخد فيها القرار، بيبدأ يسمع صوت طالع من جواه بيقول طب لو البنت دي طلعت مش مناسبة، طب لو قررت واتضح اني غلطان، طب لو بعد الجواز هي اتغيرت، انا هشيل الغلط ده طول عمري. فبيفضل يلف ويدور حوالين القرار من غير ما ياخده، مش لانه مش بيحب البنت دي ولا انه مش حاسس بيها مثلا، لكن لانه شايف ان الاختيار الغلط يعني فشل وضعف، وهيقعد يلوم نفسه طول عمره. ليه الخوف بيحصل اكتر عند الرجالة؟ لان الرجالة في مجتمعات كتير بيتربوا على انهم المسؤولين عن نجاح العلاقة، وانهم لازم يختاروا صح والا يبقوا فاشلين، وان الراجل الحقيقي ما يغلطش. فالضغط ده بيحول الارتباط من علاقة كويسة لخطر محتمل على الراجل نفسه، وبيحس إن ممكن يدمره. الراجل اللي خايف من القرار محتاج يحس إن شريكته عقلانية، بتفكر بعقلها مش بس بقلبها، وإنها هتكون معاه لو أخد خطوة، وإنها مش هتكون ضده لو تردد. في رجالة بتهرب من العلاقة مش لأنهم مش عايزينها، لكن لأنهم شايفينها ساحة ممكن يتفضحوا فيها، أو يتم تقييمهم، أو يتحط عليهم ضغط إنهم لازم يكونوا ممتازين. بمعنى تاني أوضح، لو دخل علاقة بجد، الناس هتبدأ تسأل أنت هتتجوز إمتى؟ أنت راجل مسؤول ولا لأ؟ إزاي بتتصرف في مواقف معينة؟ إزاي بتعامل البنت؟ عندك شغل؟ طب عندك بيت؟ هو بيخاف جدا من اللحظة اللي حد يحكم عليه فيها إنه مش جاهز، أو مش قد المسؤولية، أو إنه مش راجل كفاية. فالنتيجة إنه بدل ما يتحمل المسؤولية، بيقرر يتفادى الموضوع كله من الأساس ويهرب، ويدور على علاقات مؤقتة كتير. هتلاقيه بيقول جمل زي أنا مش عايز أظلمك معايا، أو أنا مش جاهز دلوقتي، أو أنا مش الشخص اللي تستهليه، وهو في الحقيقة خايف يتم تقييمه ويتوصف إنه فاشل بسبب مجتمع ضايع.
الخوف الحقيقي هنا مش من العلاقة خالص، لكن الخوف من الفشل جوه العلاقة، النقد من المجتمع أو من الشريك، الشعور بالعجز أو إنه مش كفاية. وده بيرجع لأسباب ممكن تكون زي تربية جامدة شوية اتقال له فيها عيب غلط بشكل كبير وكتير جدا، أو تجربة فيها فشل قبل كده لسه مأثر عليه، وإن صورة الرجولة المثالية في دماغه عالية جدا ومش قادر يوصل لها. كمان الراجل بيبقى عنده خوف علشان عايز يتجنب المسؤوليات خوفا من فقدان السيطرة. يعني الراجل ده متعود يكون هو اللي بياخد قراراته، هو اللي بيحدد الروتين وطريقته، وهو اللي بيحس بالأمان لما الأمور تكون تحت تحكمه هو. لكن العلاقة اللي بجد يعني مسؤوليات، مشاركة، واحتياجات طرف تاني. يعني لازم يسمع مشاعره، لازم يشاركه قرارات، لازم يتواجد في أوقات معينة، ولازم يقدم أولوية للعلاقة على نفسه أحيانا. وده كله بيعمل جواه إحساس مرعب. إيه ده؟ هو أنا هيبقى محكوم عليا باحتياجات حد تاني؟ فبدل ما يواجه ده بيقرر يتهرب من الدخول في أي مسؤولية من الأساس. ده بيظهر عليه إزاي؟ كل لما العلاقة تقرب تلاقي مزاجه بيتقلب أكتر، يعني يبعد شوية يقرب شوية علشان يحس إنه لسه هو اللي مسيطر. ولما تتكلمي عن المستقبل يدور لك على أي موضوع تاني، وهتلاقي من ضمن كلامه كده بيقول أنا بحب أعيش يومي، الجواز بيأيد، أنا خايف أتغير. إيه السبب ورا النوع ده من الخوف؟ ساعات بيكون الراجل اتربى في بيئة فيها تحكم زائد أو فقدان للحرية، فبيبقى خايف من أي التزام. ساعات بيكون شايف إن الرجولة يعني حرية مطلقة ملهاش حدود، فبيرفض أي حاجة تشاركه الحرية دي حتى لو كانت علاقة حقيقية. الخلاصة، الراجل مش بيهرب من الست، هو بيهرب من الإحساس إنه هيسيب نفسه لحد تاني. الراجل بيخاف من الالتزام بسبب الخوف من عدم التقدير لمجهوده. يعني الراجل شايف إن الدخول في علاقة بجد يعني مسؤولية كبيرة، مجهود ذهني عاطفي ومادي، لكن جواه سؤال مخفي بيخوفه. السؤال ده بيقول طب لو عملت كل ده وفي الآخر محدش حس بيا أو اتقال لي إني مش كفاية؟ فبيفضل إنه يبقى بره اللعبة بدل ما يدخل ويبذل مجهود ضخم ممكن ما يلاقيش عليه تقدير من الأساس. يعني بيخاف يتقال عليه اللي انت بتعمله ده مش كفاية، ده في أحسن منك، أو انت السبب على فكرة في فشل العلاقة. كل ده بيضرب رجولته قوي أو إحساسه بنفسه، لأنه طول الوقت عايز يحس إنه بينجح مش واقع. ده ممكن يكون حصل له قبل كده في علاقة أو في بيئة نشأ فيها، أو ممكن يكون اتربى على إن قيمته في اللي بيقدمه، فلو ما تقدرش يبقى هو نفسه ملوش قيمة. فبيهرب من العلاقات اللي شايف إنها ممكن تستنزفه من غير ما تشوفه أو تقدره صح. الخوف من انتهاء العلاقة فجأة، وهنا احنا بنتكلم عن الراجل والست. يعني بيكون جواه تصور أحيانا من تجارب قبل كده أو من اللي شافه حواليه إنه ممكن يبني علاقة بكل إخلاص وبعدين يتساب من غير إنذار. يعني يحصل خيانة، يتقال له مشاعر اتغيرت، أو يتحط في مقارنة ويتقال له ده في حد أحسن. فجواه صوت بيقول لو دخلت بجد وحبيتها وخسرتها أنا هتبهدل. فبدل ما يخاطر ويعيش يقرر إنه يتأخر في الدخول في العلاقة، يعني يفضل في منطقة نص حب نص بعد،
اللي هي يتجنب الارتباط الرسمي أو يختار علاقات سطحية علشان يحمي قلبه من الصدمة الكبيرة. فلما العلاقة تقرب قوي فجأة يبقى بارد أو يبعد وما يحبش يتكلم عن بكرة أبدا. تلاقيه يبتدي يشك أحيانا في نوايا الطرف التاني حتى لو بيحبه قوي. هتلاقيه بيقول جمل زي أنا بخاف أدخل في العلاقة وألاقي نفسي بعد كده لوحدي، أو أنا شفت ناس كتير بتحب وبتموت في بعض وفي الآخر اتكسروا. الناس مش بتهرب من الحب أبدا، لكن بيهربوا من وجع الفقدان ومن فكرة إنهم يعيشوا الحلو ويتسحب منهم فجأة. الدلع الحديث أو التربية الحديثة. التربية الحديثة هنا المقصود بيها الطريقة اللي الأجيال الجديدة من الرجالة تربوا بيها، خصوصا اللي اتولدوا بعد التسعينات واللي مختلفة جدا عن تربية الأجيال اللي قبلهم. بتلاقي ملامح التربية دي تظهر إزاي؟ التركيز على الحرية الشخصية، يعني بيتقال له طول عمره عيش لنفسك، ما تخليش حد يحدد لك طريقك، أو اعرف أنت عايز إيه الأول. فيبدأ يربط بين الحب أو العلاقة وبين فقدان الحرية. قلة العلاقات المستقرة حواليه، بيشوف حواليه انفصال، طلاق، خيانة، فبيبقى جواه إحساس بيقوله إيه اللي يخليني أخاطر بدخولي في حاجة ممكن تنتهي زي اللي بشوفه. التربية العاطفية الناقصة، هو اتربى على فكرة إن الرجولة يعني كتمان، قوة، اعتماد على النفس، لكن محدش علمه إزاي يعبر عن مشاعره أو يتعامل مع الارتباط كمشاركة مش تهديد. تربية فيها نوع من الدلع أو الحماية الزايدة، يعني في بعض الأمهات ربت أولادهم على إنهم محور الكون من غير مسؤولية بجد، فكبر الراجل ومش متبرمج على إنه يتحمل مسؤولية حد تاني، والنتيجة راجل شايل في دماغه فكرة أنا لسه بدور على نفسي، لسه مش جاهز، وارتباط يعني ضغط مسؤوليات، وهنا احتمالات الفشل كبيرة. التربية الحديثة خلت الراجل أذكى عاطفيا بس أضعف تجاه الالتزام، لأنه بقى واعي بالمخاطر لكن مش متدرب على إنه يتحملها. الواحد ممكن يساعد نفسه إزاي سواء ولد أو بنت علشان يواجه المشكلة دي؟ الخوف من المستقبل بقى مشكلة أو عقبة بتوقفك عن الحب، العلاقات، الاستقرار، وبقيت دايما قلقان متردد ومش قادر تطمن لأي خطوة. يبقى ده مش بس تفكير زيادة، ده علامة إنك محتاج مختص نفسي. ليه المستقبل بالتحديد؟ لأن الخوف من المستقبل معناه إن دماغك بتفترض الأسوأ دايما، هتسيبني، هفشل، مش هبقى كفاية، الحب دايما بينتهي، وده بيخلي أي خطوة للعلاقة تبان خطر كبير مش فرصة. وهنا بيجي دور المختص، يساعدك تفهم مصدر الخوف ده، هل هو من تجربة قديمة ولا من طريقة تربيتك، من صورة نفسك، يعني انت شايف نفسك ازاي. فبيعلمك أدوات نفسية فعالة زي ازاي تواجه التفكير الكارثي ده وتفرق بين الخوف الحقيقي والخيال. بيرجعك تدريجيا للإحساس بالأمان جوه العلاقات. الخوف من الارتباط مش ضعف، لكن تجاهله بيكبره، والمختص مش آخر حل، ده أول خطوة للنجاة. لما تلاقي حد بيشبهك في طريقة تفكيرك، إحساسك، قيمك، وحتى في الحذر أو القلق، ويكون في نفس الوقت متقبلك زي ما انت ومش بيحاول يغيرك أو يضغطك، ساعتها الخوف بيبدأ يتكسر جواك. ليه ده بيحصل؟ لأننا كبشر بنخاف من العلاقات لما نحس إننا مش فاهمين اللي قدامنا أو اللي قدامنا مش فاهمنا،
أو مطلوب مننا نكون نسخة مثالية. لكن أول لما تقابل حد شبهك بيطمنك إنك مش لوحدك، بيخليك تحس إن ضعفك مش حاجة لازم تخبيها، وبيفهمك من غير شرح. ومع القبول ده بتحصل حاجة مهمة قوي، الخوف اللي عندك وجواك بيهدى، لأنك مش شايف العلاقة كتهديد لكن كمساحة أمان مشتركة. اللي بيخوفك من الارتباط هو الإحساس إنك هتكون لوحدك جوه العلاقة، لكن لما تلاقي حد شبهك ومتقبلك بتحس إنك أخيرا مش محتاج تحارب علشان تتفهم. أنت طول الوقت عايز الأحسن، يعني أنت مش خايف من الارتباط في حد ذاته، أنت خايف ترتبط وتتفاجئ إن في حد أحسن كان ممكن تختاره، فتفضل دايما في دايرة بحث، مقارنة، تردد، بدل ما تركز على اللي يناسبك. وده معناه إنك بتدور على المثالي مش الواقعي. فكل مرة تقابل حد كويس دماغك بتقول بس يمكن في حد أجمل، أذكى، أغنى، ناضج أكتر. فبتخلط بين الأحسن والأنسب، وده بيخليك تتوه، لأن الأحسن ملوش نهاية، لكن الأنسب بيريحك، بيكملك، وبيفهمك. وده بيخوفك من الالتزام، بإنك كل ما تقرب من علاقة يطلع لك صوت كده من جواك يقولك ما تتسرعش، يمكن لسه الأحسن ما جاش. فتفضل قاعد على الحياد، خايف ترتبط وتندم. بس الحقيقة اللي بينجح العلاقات مش المثالية، لكن الراحة، القبول، والواقعية. الخوف من الالتزام مش دايما سببه إن الشخص اللي قدامك مش كفاية، أوقات كتير سببه إنك لسه بتدور على الأفضل، ومش واخد بالك إن الأنسب ممكن يكون قدامك وإنت مش شايفه. عندي سؤال صعب شوية، أنت فعلا مش لاقي اللي يستاهلك؟ ولا أنت مرعوب حد يقرب منك ويشوفك زي ما أنت بعيوبك وبكل اللي بتحاول تخبيه؟ وفي الارتباط مش دايما بسببهم، ساعات بيكون بسببك. لو عندك الشجاعة تجاوب اكتب لي في الكومنتات أنا بخاف من الارتباط علشان، وخلي صوتك يوصل للي فاكر إنه لوحده. شكرا جزيلا لكل اللي وصل معانا لآخر الحلقة. ما تنساش الكومنت الجميل، اللايك، الشير، سبسكرايب، وطابت أوقاتكم.